السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم شيوات سهلة مع مريم. فيديو اليوم عبارة على ميني بسبوسة صغيرة بمذاق ديال الحامض، كتجي أكثر من رائعة وسهلة في التحضير بمقادير اللي جد بسيطة ومتواجدة في كل بيت. نبداو على بركة الله. وقبل ما نبدا غنبغي نشكر كاع الناس اللي كتتابعني، سواء كتشجعني بلايك أو بتعليق. كنقول لكم شكرا بزاف من القلب. وبالنسبه اللي كيشاهدني اول مره ما تنساش تابونا في لاشين باش كيوصلك كل مزيد. نبداو على بركه الله. هنا في واحد البول غادي ناخذ بيضه بحراره المطبخ. هنايا غادي نضيف ليها قبيصه ديال المليحه لتصحيح الذوق، وغادي نضيف نصف كاس ديال السكر. غادي نسمو باش ما بغيتو. هنا غادي ناخذ لي زيست ديال الحامض او قشور الحامض، كناخذ فقط الاصفر، يعني ما كتحاولوا انكم ما تدخلوش في الابيض صافي. يعني تقدروا تنسمو بالفاني بالزا زهر كذلك، يعني ساشي ديال أرز زهر كذلك كيجي رائع في هاد البسبوسات. وهنايا كما كتشوفوا غادي نطرب مزيان هاد المكونات هادو حتى كيصبح عندنا داك الخليط يعني ابيض. وغنضيف ليه نص كاس ديال الزيت. كما كتشوفوا دائما كتعبروا نفس الكاس اللي تعبروا به، عبروا به جميع المكونات. صافي كنستمر في الخلط مزيان. وغنضيف نصف كاس من الحليب. هنايا تقدروا تعوضوا الحليب يعني بعصير ديال الليمون، حتى هو كيجي رائع. وهنايا غادي ناخد كاس ديال السميده كما كتشوفوا، السميده ديال الحرشه. وغناخد معلقه حتى 2 معالق ديال الكوك كما شفتوا، 2 معالق ديال الكوك صافي. وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضهم. وغنضيف معلقه ديال دقيق الابيض الفورس. وغادي نضيف خماره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. وغادي نشوف الخليط ديالي الا احتاجيت فانا غادي نزيد السميده. وهنا غادي نزيد نصف كاس ديال السميده. بالنسبه لحجم البيض وكذلك الكاس هما اللي كيتحكموا في القياس ديال السميده اللي غادي تزيدوا تدخلوا في هاد البسبوسه. كما شفتوا غادي نضيف هنايا نصف كاس، يعني هنا استعملت في المجموع كاس ونصف ديال السميده، 2 معالق ديال الكوك، معلقه ديال الدقيق. تقدروا تعوضوا السميده هنايا بالفينو، فهي كتجي كذلك زوينه بزاف. هنا ما كانش متوفر عندي الفينو، داكشي علاش استعملت السميده. صافي هنايا غادي ناخذ هاد الليمون هادو ديال لي كيش اللي غادي ندهنهم بالزبده، وكندوز فيهم هكا السميده كما كتشوفوا باش هكا كنتجنب انهم يلتصقوا ليا. وغادي نفرغ فيهم الخليط ديالي. هنا قبل ما كنبدا كندهن الليمون كنشعل الفران ديالي كنخليه كيسخن. في ديك الاثناء كندهن المولات وكنخلي الخليط ديالي يرتاح. وكما كتشوفوا كيتقال شي شويه كتشرب لينا هذيك السميده صافي. يعني من الاول كتخليو شويه جاري باش هكا كيعطيكم هذا القوام هذا اللي كتشوفوا. كما شفتوا هنايا عندي وحدات اولا ديمول دي صغار وكبار. استعملت هنايا بالنسبه للصغار معلقه واحده كندير في كل وحده. وبالنسبه للكبارين كندير يعني هكا 2 معالق كما شفتوا، لان كنخليو لهم ليسباس فين مازال كتزيد تطلع شويه. من بعد ما كنعمر كاع القوالب كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. فبالنسبه للتزيين غادي نحتاج هنايا رقائق ديال اللوز. تقدروا ديروا رقائق ديال اللوز، تقدروا تدخلوهم بحال هكاك يعني كتخرجوهم وكتزينوهم بالمربى وكذلك الكوك اولا اللي بغيتو. تقدروا كذلك تزينوهم بكاوكاو كونكاسي، المهم اللي كان متوفر عندكم. هنايا هاد الصغار انا غندير لهم اللوز ايفيلي. وبالنسبه للكبار غادي نخليهم يعني تيطيبوا، من بعد غادي نزينهم باش هكا نوريكم التزيين ديالهم بجوج طرق. صافي هنايا حيت شاط لي هنا شويه ديال اللوز ايفيلي، فانا يعني عمرت جوجات كبار وخليت فقط 4. صافي هنايا بالنسبه للسيرو كما شفتوا غادي ناخذ نص حامضه اللي غنقطعها هكا شرائح. وغادي نضيف ليها كاس لاروب ديال الماء ونصف كاس ديال السكر. غادي نوضع كلشي على النار حتى كيغلى وكنخليه يبرد. بالنسبه للسيرو يا اما يكون السيرو بارد والبسبوسه سخونه، او البسبوسه سخونه والسيرو بارد، يعني واحد الجهه كتكون يعني وحده سخونه وحده بارده. وهنا كما شفتوا من بعد ما كيخرجوا من الفران كيكون الشكل ديالهم بحال هكا. كيجيو يعني هكا محمرين وكيجيو زوينين، ما كيلتصقوش. فهنايا كنوريكم يعني الشكل ديالهم. من بعد فانا غادي نردهم للمولات ديالهم وغادي نسقيهم بداك السيرو. هنايا حيت بسبوسه عندي سخونه
غنخليها تبرد، داكشي علاش درت ليها بحال هكا. من بعد غادي نحيد الزير وهو سخون وغادي نسقيهم كما شفتوا. بالنسبه للبسبوسه هنايا بارده والزير سخون، وكنسقي البسبوسه ديالي كما كتلاحظوا وغادي نزينها. بالنسبه كما قلت لكم التزيين راه ساهل، كندهنها سواء بالناباج اولا الكونفيتير اولا العسل اللي كان عندكم، وكتزينوها. بالنسبه لهاد البسبوسه اللي ما درت فيها حتى شي حاجه، فانا غادي نزينها بالكوك. هنا كندهن البسبوسه هنا عندي الكونفيتير ديال المشماش، كندهنها يعني غير دهنه خفيفه كما كتشوفوا من الفوق، باش هكا كيلصق لينا عليها الكوك ديالنا. صافي هنايا كندردر الكوك مزيان. هنا كندهن البسبوسه كلها يعني سواء هاد الصغار او الكبار، اللي فيهم لوز ايفيلي او اللي ما فيهمش، باش كتعطينا ديك اللمعه من الفوق. صافي غادي نستمر نزين البسبوسه ديالي ونتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني بسبوسه ديالنا. تقدروا ديروها كذلك بشكل عائلي، يعني في مول فردي يكون كبير. هنا انا اختاريت انني نديرها هكا وحدات اللي صغيره كما كتشوفوا، باش حتى الوليدات يديوها معهم هكا الكوتي المدرسه، يعني كتسهل عليكم انكم تعطيوهم بدون ما انكم تبداو تقطعوا يعني في البسبوسه. كما شفتوا الشكل ديالهم كيجي راقي وحليلو. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله في وصفه جديده. وقبل من هذا الشيء غادي نوريكم الشكل ديالها، يعني كيفاش كتجي من داخل، فكتجي يعني رطيبه، كتجي فتيه كما غادي تلاحظوا معايا، كتجي كتذوب في الفم. والمذاق ديالها يا سلام، اللي كيعجبو مذاق ديال الحامض فكتجي رائعه جدا. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. كنضرب لكم موعد إلى فيديو جاي إن شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.